السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة طريقة عمل بط بالفريك، طريقة تحفة. الجمال كله في الوصفة ديت. قبل ما ابدأ وصفتي النهاردة برحب بيكم في قناتي فتح شهية. معاكم دعاء صالح. قبل ما نبدأ وصفتنا سمي الله صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. نبدأ الأول بتجهيز الفريك. معنا صينية سخنة على النار، ننزل بحوالي 3 معالق من الزيت، هنزل كمان معلقة كبيرة من السمنة، معايا بصلة كبيرة مبشورة. نبدأ نشوح البصلة كده تشويحة بسيطة، مش عايزينها تحمر قوي ولا تاخد اللون البني، احنا عايزينها دوب تصفر كده. اول ما تصفر ننزل بجزرة كبيرة مبشورة وهنبدأ نشوحها مع البصلة بالشكل الموضح. اول يا دوب ما تدبل هنبدأ بقى نضيف. عندنا هنا معايا فلفل اخضر، ممكن لو في فلفل الوان ممكن نحط فلفل الوان. انا هنا حطيت بصراحة ما كانش عندي فلفل الوان، حطيت فلفل اخضر حوالي 4 قرون كده من فلفل اخضر. نبدأ نشوحهم، نحط معلقة صغيرة من الثوم المبشور او المفروم. واول ما تدبل معانا بالشكل ده هنضيف معلقة كبيرة من بهارات الكبسة، معلقة كبيرة من الكركم، معايا كمان ربع معلقة من الفلفل الاسود، رشة حبهان، ربع معلقة من ورق اللورا المطحون. نقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. نحط الملح، معلقة صغيرة من الملح او معلقة متوسطة. نبدأ بقى نقلب الكلام ده كله. هنلاحظ ان هي محتاجة زيت، هنضيف شوية زيت صغيرين حوالي 3 معالق من الزيت. نزلت هنا بكيلو من الفريك مغسول ومنقوع حوالي تلت ساعة. هنبدأ بقى نشوحه مع الخلطة ديت. هنبدأ نقلب كده بسرعة، ايدينا فيه على طول، حوالي 5 دقايق مش اكتر يعني، بالشكل الموضح ده. ياخد بس كده تحميرة ويتشرب بالبصل والجزر والبهارات، ريحته تحفة. هو كده تمام. هنطفي بقى النار ونجهز البطة بتاعتنا للحشو. قبل ما نحشي بقى بالفريك معايا هنا بصلاية كبيرة مبشورة، معايا ربع معلقة من الملح، رشة من الفلفل الاسود. هنبدأ نقلب الكلام ده كله. الخلطة دي هنبدأ نحشي بيها بين الجلد واللحم، وفي قلب البطة برضو بتدي طعم وريحة تحفة. معايا هنا البطاية، هنبدأ بقى نوسع الجلد هنوسع كده بين الجلد واللحم بتاع البطة بالشكل الموضح لحضراتكم ده. ونبدأ نحشي كده البصل مع الملح مع الفلفل بين الجلد واللحم. الطريقة دي حتى لو هتسلقي الفرخة او البطة، جربي تعمليها بالطريقة دي، بتدي طعم وريحة جميلة وبتضيع اي زفارة. هنا بقى هنحشي كمان في قلب البطاية وبره كده على الجلد. سيبها بس حوالي 5 دقايق. بعد كده بقى بنجيب بصلة بنسيب بيها مكان الرقبة، لان انا هنا الرقبة بتاعت البط هنا كنت قطعاها، مكنتش عاملة حسابي ان انا هحشيها فريك. نبدأ بقى نحشي. احنا مش عايزين نكبسها قوي يعني، هنسيب كده مسافة كده في الاخر خالص، مش هنكبسها يعني. واحنا بنحط حتى مش هنكبس كده. سيبنا بقى ايه مكان حطينا سدنا بالبصل، وزي ما بنقول كده في الفلاحين احنا بنكتف البطة يعني، بندخل رجليها كده بنكتفها. بعد كده بقى في حلة فيها مية بتغلي بننزل بطماطمتين، بصلتين كبار، فصين توم، طماطمتين، مش عارفة نسيت حاجة ولا لأ. معايا كمان 5 ورقات من اللورا، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، رشة من الحبهان، معلقة كبيرة ملح. اول بقى الميه ما معانا ما بتغلي هننزل بقى البطه، وهنخلي وشها لفوق يعني، الحته المفتوحه دي نحاول نخليها لفوق، ما نغطسهاش قوي في الشوربه بالشكل الموضح ده. اول ما تغلي هنهدي النار ونغطي الحله. بعد كده بقى بعد ما البطه استوت معانا بقيه الفريك هنسويه. هنضيف له الشوربه حوالي سنتي فوق الفريك كده يعني. الفريك عندنا نعلي بس حوالي سنتي من الشوربه، وهنسيبها تستوي على نار هاديه. اول ما تغلي هنوطي النار، هنسيبها تستوي حوالي من 30 ل 35 دقيقه. معايا بقى هنا هنجهز كده يعني خلطة هندهن بيها البطة قبل ما ندخلها الفرن. معايا هنا معلقة كبيرة من الصلصة، ربع معلقة من بهارات الكبسة، ربع معلقة من الكركم. معايا هنا حوالي 3 معالق من الزيت، هنفك بيها بس الصلصة نخففها. بعد كده بقى هنجيب البطة وندهنها بالخلطة الجميلة دي، هتدي لون روعة روعة في الاخر. هتشوفوا البطة شكلها ايه عامل ايه في الاخر. بندهنها كويس كل حته، وبعد كده بندخلها تحت الشوايه حوالي 2 3 دقايق مش اكتر يعني.
هنا بقى معانا الفريك استوى بسم الله ما شاء الله، مفلفل وريحته تجنن. هنا بقى نبدأ نغرفه معانا في طبق التقديم بشكل موضح لحضراتكم. الطريقة دي والله جامدة، تنفع في المناسبات وتنفع في الأعياد وتنفع حتى في الأيام العادية. ريحة روعة. هنبدأ بقى نحط البطة بتاعتنا على الوش كده. عايزة اقول لكم ان البصل اللي باين ده المكرمل كان تحفة، كنا بنتخانق عليه. نبدأ بقى نجرنش كده الطبق بتاعنا، نزينه بالفلفل الحار والجزر والفلفل الاخضر. بسم الله ما شاء الله والله طريقة روعة. وكده خلصت وصفتنا النهارده. بتمنى وصفة النهارده تكون عجبتكم وتجربوها. ما تنسوش بقى تشجعوني وتدعموني بلايك، ولو مش مشتركين في القناة يا ريت تشرفوني باشتراككم في القناة، تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. اشكركم جدا. السلام عليكم.